الجاسم على لاعبي فريق الأهلي بتسجيل الهدف الأول، ولكن نقترب الآن من النصف ساعة، والآن يأتي الهدف الأول في المباراة. فيكتور سيموس، كنت تتحدث عن الهدف الأول، مهند عسيري ضيع على الوحدة، والآن فيكتور سيموس يسجل الهدف اللي ينتظره الفريق الأهلاوي والجماهير الأهلاوية، وبالتالي عند الدقيقة 30 يسجل الأهلي الهدف الأول في مكة. فريق الوحدة سجل هدفين وبعد ذلك تعادل الأهلي، لكن الآن في جدة فيكتور سيموس لاحظ النقلة الأولى والنقلة الثانية، وبالقدم اليسرى يحطها على يسار حارس المرمى أحمد الفهمي. هي برازيلية، هي برازيلية خالصة ملعوبة، الصناعة والتسجيل برازيلية بحتة من مارسينيو. فيكتور سيموس، وفيكتور سيموس إذن يسجل الهدف الأول في المباراة لمصلحة الأهلي. لاحظ من محاولة تقدم كامل فلاتة مرة أخرى لمصلحة تيسير الجاسم، الجاسم يحولها وأصبحت أيضا خطيرة لمصلحة الأهلي. الأهلي يسجل الهدف الثاني. فلات، كامل فلات، أخوك يا مختار فلاتة لاعب الوحدة، ولكن كامل فلاتة لاعب الأهلي، والانسجام وتبادل الكرات احتاج فريق النادي الأهلي. لا أعلم، يمكن 7 8 9 نقلات ما بين لاعبي فريق النادي الأهلي، وفي وقت مثالي للغاية عند الدقيقة 10 الشوط الثاني من المباراة. لاحظ شنو اللي جرى، شنو اللي صار في اللقطة. الكرة انلعبت، تهيأت إلى كامل فلاتة وعماد الحوسني الذي أيضا لبلوغ المباراة النهائية. لاحظ معي عماد الحوسني، لكن اسبقت يعني اللقطة اللي وصلت إلى عماد محاولات متبادلة كثيرة ما بين لاعبي خط وسط فريق النادي الأهلي في الأخير في المقدمة. فريق النادي الأهلي كرة خطيرة، الحوسني يسجل الهدف الثالث في المباراة. يعني هم شوف الحوسني، سيموس، مارسينيو، كما ذكرت الخبرة والخبرة دائما، واللاعب على الفرد والرابع هني العمانيين يا ابن عمان والله على اساس يفرحون. ايضا اكيد اللاعب العماني الكبير الذي تألق في مباراة الذهاب، يتألق في مباراة الأيام. مباراة الذهاب سجل الهدفين، مباراة الأيام صنع هدف ويسجل الآن الهدف الثالث. أعتقد وشكلها صارت الآن، شكلها صارت الاتحاد والهلال. لاحظ الانطلاقة ولاحظ التسديدة القوية مباشرة من عماد الحوسني، وعماد الحوسني يسجل الهدف الثالث. كل الطرق تؤدي إلى العبور والوصول إلى المباراة النهائية. مثل هذه الأوقات من المباراة قد يأتي الأهلي ويسجل الهدف الرابع. لاحظ هي مرتدات سريعة وفي انسجام. شوف لو عطاه جول، لو عطاه جول، لو عطاه جول، جول. خلاص الاتحاد يستعد لملاقاة الأهلي في المباراة النهائية، وبالتالي كانت 3 صارت 4 للأهلي. ابتسم ياسر المسليم ويتألق المتقدم فيكتور سيموس، ومدرب الوحدة بشير عبد الصمد. شوف لاحظ انسجام وكرة قدم جميلة حقيقة، وأهداف مصنوعة بالفعل انلعبت بهذا الشكل الجميل. وبالتالي هنا الهدف الرابع. الراهب حسن الراهب يصنع الهدف
الرابع لمصلحة الأهلي ويحتفل عبد الشفيان. لا زال حاضرا واقفا على أقل تقدير. يأتي هدف، نعم هدف أول في المباراة لمصلحة من جانب فريق نادي الوحدة. المجرشي عبد العزيز المجرشي يسجل الهدف الأول لمصلحة الوحدة، وبالتالي صارت 4-1. يعني عند آخر 12 دقيقة ما أعتقد أن هذا الهدف، لكن لا زال يعني هذا الفريق الشاب بالرغم من الأربعة، وكنت أقول تحترم الفريق الذي يؤدي، اللي يحاول، اللي يلعب المباراة بكل جهد.